السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى إن شاء الله هعمل معاكم فيديو جديد. هعمل مع بعض صوابع زينب. أنا كده جايبة معايا كوبايتين دقيق، عليهم نص كوباية دقيق سميد، وجايبة بيكنج باودر وذرة ملح ومعلقة صغيرة بتاعة الشاي كده ممسوحة سكر، وزيها خميرة، ومعايا 3 معالق سمنة كبار. طبعا اول حاجة عملتها ان انا هحط كل المكونات الجافة على بعضها. هنزل بكوبايتين الدقيق على نص كوباية الدقيق السميد، ومعاهم كيس فانيليا. وبعد كده بقى هنزل بكل المكونات الجافة، وفي كمان معلقة سوري نشا كبيرة. معلش بقى عشان فيديو انا سجلته يعني بعد ما صورت بيومين. هنا بقى نزلت بقى معلقة نشا كبيرة على ذرة ملح على معلقة صغيرة سكر ومعلقة صغيرة خميرة، وقلبت كل المكونات دي في بعضها كده. وبعد كده بقى هنزل ب3 معالق سمنة، وهبدأ بقى ان انتي بقى بايديكي كده تحاولي بقى ان انتي يعني تخلي السمنة والدقيق الاتنين يمتزجوا مع بعض كده ويتشربوا من بعض. يعني تحاولي ان انتي زي تفركيهم كده، تفركي الدقيق والسمنة الاتنين مع بعض. طبعا السمنة هنا بتدي لصوابع زينب طراوة، بتخليها طرية، والنشا كمان بيخليها مقرمشة من بره. طبعا لو انت حابة تقللي السمنة عن كده مفيش مشكلة. انا طبعا يعني حسيت ان السمنة كانت زايدة شوية، لان صوابع زينب كانت طرية حاجات بسيطة. فبعد كده يعني هقلل السمنة. ممكن احنا نحط كمية سمنة اقل من اللي انا حطيتها. وهبدأ بقى كده زي ما انتوا شايفين، عايزاه يبقى عامل زي حبيبات الرملة كده بالظبط. ببدأ ان انا افرك الدقيق بالسمنة كده بايدي اهو زي ما انتوا شايفين كده، تبقى مفروكة كده في قلب بعضها، ما تبقاش جامدة. بعد كده هنزل بقى بحبة بقى مية بالتدريج كده. طبعا انا خدت حوالي اقل من نص كوباية مية، ما خدتش مية كتير، لان زي ما قلت لكم هي انا حسيت ان السمنة كانت زايدة شوية، فبالتالي هي ما خدتش مية. العجينة يعني كانت سلسة معايا. هبدأ بقى طبعا ان انا الم العجينة بقى. كل بقى ما هتعوز مية هتحطي نقطة بنقطة، يعني ما تكتريش. طبعا انا هنا بقى كنت عاملة الشربات وكنت مجهزاه من قبلها بيوم، حاطاه في التلاجة. اهم حاجة ان الشربات يكون ساقع، او تكوني عاملاه من قبلها مثلا بساعتين 3 وتكوني سايباه بارد خالص. بس الافضل عشان تديكي نتيجة كويسة ان الشربات يتحط في التلاجة من قبلها بيوم. هنا بقى خلاص كده زي ما انتوا شايفين بدأت بقى العجينة خلاص انها تلم معايا. هنا بقى خلاص كده بدأت بقى، بصوا العجينة ما بقتش بقى بتلزق معايا. عايزة اقول لكم ما شاء الله العجينة كانت طرية جدا بصراحة، وكانت جميلة خالص. هنا كده كنت خلاص بقى خلصت. هبدأ بقى ان انا الم بقى العجينة بقى كده واركنها. بعد بقى ما هلم العجينة كده هسيبها بقى انها ترتاح حوالي 5 دقايق. يعني انا مش هسيبها تخمر، هي بس مجرد انها ترتاح 5 دقايق. هغطيها بقى واركنها على جنب كده، وابدأ بقى ان انا اجهز الشكل اللي انا هشكل بيه صوابع زينب. هنا برضو بصوا انا بتكن عشان ابين لكم ان العجينة طرية وجميلة جدا بصراحة. هنا بقى كان خلاص كده، كان عدى 5 دقايق يعني، ما تكتريش عن كده. هنا بقى هبدأ ان انا بقى اشكل العجينة. طبعا انا هعمل العجينة صوابع كده زي الكفتة بالظبط. وبعد كده هاجي بقى اوريكم هعمل ايه. وهستخدم كمان البصمة بتاعة الكحك. لو انت حابة تستخدمي مبشرة برضو سهلة جدا، حابة تستخدمي مش تنظيف تكوني ما استخدمتيهوش خالص قبل كده برضو تمام. هي الطريقة واحدة بس الشكل اللي انت تحبيه. هنا انا كنت جربت واحدة هنا هي على المبشرة وانا بصبعها الاول.
هنا طبعا انا صبعتها كلها صوابع زي الكفتة بالظبط. وبعد كده بقى بجيب البصامة وهبدأ ان انا افرد بقى كل صباع على البصامة كده والمه. طبعا لازم نحاول ان احنا ايه نظبطه على قد البصامة. انت لو هتعملي بمبشرة هيكون طبعا الصباع هيبقى اطول من كده وتقدري تتحكمي فيه براحتك. بس بصراحة البصامة بتديكي شكل احلى، حتى لما بتقليها بتفضل محتفظة بشكلها. يعني انا جربت بصراحة ده وده، لقيت شكل البصمة بصراحة بيبقى احلى بصراحة. عشان كده انا يعني هستخدم البصمة النهاردة طول الفيديو. هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده، انت بتاخدي الصباع تفرديه على البصامة، بس ما تتكيش قوي، يعني ما تخلوش يلزق في قلب الفتحات بتاعة البصامة، بحيث ان هو ما يطلعش معاكي. لا خليه يعني تتكي كده حاجات بسيطة، وبعد كده ابدأي ايه لميها كده من الجنب اهي. عايزه اقول لكم كمان، وانا بقليها ولا نفشت ولا حصل لها اي حاجه ولا فكت، وهتشوفوها وانا بعملها دلوقتي. طبعا انا هنا بعمل معاكم كام واحده كده، بس طبعا انا هكمل الفيديو بقى كله، يعني هكمل الكميه كلها، وبقى هبدا ان انا ارجع لكم بقى تاني بعد ما اخلص الكميه كلها. طبعا احنا طول عمرنا اصلا انا بشتريها في الحلويات بصراحه. دي يمكن اول مره انا اعملها في البيت، بستسهل بصراحة لما بحب ان انا اشتريها، بس قلت يعني اجرب وكده، فانا جربت في كوبايتين دقيق. وبصراحة يعني سهلة جدا، حسيتها ان هي ما بتاخدش وقت خالص، وما كان بتكلفكيش اي حاجة. دي طبعا دلوقتي الحلويات غليت جدا، فانت لما تيجي تشتريها من بره دلوقتي هتلاقيها مكلفة. انما لو انت عندك متوفر عندك كوبايتين دقيق وحبة دقيق سميد، تقدري ان انت تعمليها سهلة جدا بصراحة، حتى كمان تشكيلها سهل قوي. هنا بقى طبعا انا كنت خلصت الكمية كلها. هنا جبت معايا زيت. طبعا الزيت ما ينفعش يكون ولا بارد قوي ولا سخن قوي، بس انا هنا طبعا يعني الزيت سخن مني حاجات بسيطة، فانت خدي بالك من الحتة دي، لانك هنا لما هتيجي تحطيها مش هتلحقي عليها وهتلاقيها انها بتحمر بسرعة. كمان جايز برضو تكون هي احمرت معايا بسرعة علشان هي خمرت قوي، يعني مثلا زيادة عن اللزوم، لان انا اللي كنت بعمل لوحدي. فانا على ما شكلتها طبعا كان في حاجات يعني اتعملت واتركنت، وخصوصا ان انا كملت الكمية كلها، عملتها مرة واحدة وقلت اقلي على طول، يعني ما كنتش مثلا بعمل اول باول وبقلي. فطبعا انتي خلي الزيت معاكي يكون ايه، ما يكونش يعني سخن لدرجة الغليان. هنا بقى طبعا انا هبدأ بقى، طبعا لازم تبقي منتبهة لها جدا وايدك فيها على طول عشان ما تتحرقش، والشربات بقى طبعا يكون جنبك. نطلعها بقى من الزيت نحطها في الشربات على طول. طبعا هبدأ بقى افضل اقلب فيها كده عشان تديني اللون اللي انا عاوزاه. هنا بقى بصوا بدأت اهي تاخد ايه اللون الذهبي. هنا بقى هبدأ طبعا اللي هحس انها احمرت هبدأ اشيلها وهحطها في الشربات. الشربات هنا كان جنبي برضو على البوتاجاز، ممكن برضو تطلعيها تحطيها في طبق الاول، بحيث ان انت يعني تجهزيها على طبق لحد ما تنزل الزيت اللي فيها كله، وبعد كده ابدأي حطيها في الشربات. بصراحة عايزة اقولكم كان طعمها كان جميل جدا بصراحة، يعني هي زي اللي بنشتريها من بره بالظبط. بس خدي بالك لما تيجي تعملي حاولي تقللي السمنة حاجات بسيطة. لو انت حباها يعني مقرمشة قوي، ما تحطيش 3 معالق سمنة زي ما انا ما حطيت، ممكن تقللي مثلا تخليهم معلقتين، او تحطي مثلا 3 معالق بس ما يبقوش كتار قوي، يعني ما يكونوش مليانين. حاولي مثلا المعالق السمنة تبقى ممسوحة شوية. هنا بقى طبعا حطيت كمية تانية كمان. كل كمية كنت بطلعها كنت بحطها في الشربات وطلعها صفيها في طبق الاول. وممكن برضو تطلعها على مصفى تبقى كويسة جدا، بحيث انها تنزل كل الايه كل الشربات اللي فيها كله يتصفى خالص، لو انت يعني مش حباها مسكر قوي. طبعا الشربات بتاعها يبقى تقيل، ما بيبقاش خفيف. الشربات بتاعها بيبقى زي شربات الكنافة بالظبط. هنا بقى طبعا كل ما الزيت بيسخن اكتر كل ما هي بتحمر اكتر،
عشان كده بقولك دايما خلي ايديكي فيها وخدي بالك قوي ايه من اللون بتاعها يعني. وده بقى كان شكلها النهائي، وطعمها بصراحة طلع كمان جميل جدا. اتمنى الفيديو لو عجبكم، اتمنى انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.